معاكم الدكتورة أميرة عبد الحفيظ، استشاري طب أسنان الأطفال ومدير وحدة الأسنان بمركز اسكندرية لطب الأطفال. من الحاجات المهمة والمشاكل اللي بتواجهنا في سن الطفولة الصغير تسوس الرضاعة. تسوس الرضاعة تسوس عنيف بيظهر فجأة مع سنة ل6 شهور، بنلاقي السنان فجأة كلها بتتفتت، والأم بتيجي تشتكي إن الأسنان الأمامية بالذات أول ما بتظهر فيها تسوسات بألوان وصبغات وبعدين بتتفتت. دي مشكلته إيه تسوس الرضاعة؟ تسوس الرضاعة بيبقى مشكلته الأساسية رضاعة طول الليل. طيب إيه الحاجات أو اللي ممكن نعمله علشان نمنع تسوس الرضاعة ده؟ بننصح كل أم إن بتبقى أول زيارة لطفل لمتابعة أسنانه بتكون عن سن 6 شهور. ليه بنعمل إيه في سن 6 شهور؟ بنعلم الأم إزاي تغسل أسنان الطفل أو حتى اللثة لو لسه الأسنان ما ظهرتش. كمان بنوعي الأم إزاي الوجبات بتاعته إن كانت رضاعة أو أكل نقدر ننظمها علشان ما تسببلوش تسوس الأسنان. بنبتدي ننصح الأم إن غسيل الأسنان بنستخدم الفرشة السيليكون أو الفرشة السيليكون بتتلبس في الصابع أو فرشة أطفال صغيرة من غير معجون باستخدام المية عند سن سنة. مع سن سنتين بنبتدي نستخدم معجون الأسنان. كمان بننصح الأمهات على سن 2.5 و3 بنبتدي نضيف مادة الفلورايد من نوع الروتين اللي بنضيفه بنعالج بيه أسنان أولادنا عشان نحافظ عليهم من التسوس. الفلورايد ده للأطفال اللي عندهم قابلية عالية للتسوس بيتحط كل 3 شهور، أما الأطفال اللي ما عندهمش قابلية للتسوس بيتحط كل 6 شهور. أخيراً بتمنى كل أطفالنا يكونوا بصحة وعافية. بنصح كل الأمهات تغسل أسنان أولادها مرتين في اليوم لمدة دقيقتين، ويا رب نحافظ على أسناننا وصحتهم دايماً بخير يا رب.